السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن حال. كنتمنى اموركم عائلاتكم وليداتكم يكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم البنات معايا في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم البنات بديت معكم فيديو ديالي من الصباح. وصلت البنات الدراري للمدرسه، خرجنا البنات هنايا. تمشيت انا وصاحبتي صحاباتي تونسيات. خرجنا درنا البنات واحد هكا واحد المشيه خفيفه ظريفه. المهم البنات هنايا حدا الدار عندنا واحد، المهم واحد المسافه طويله يعني كتمشي فيها بحال هكايا زوينه. البنات الانسان تينفس شويه هكا تترتاحي. البنات راكم عارفين. صافا البنات، كما قلت لكم تمشينا يعني مسافه تقريبا واحد ساعه ولا ساعه ونص ديال الطريق. وهنا البنات غادي راجعين للدار. المهم كما كتشوفوا البنات دابا بدا عندنا الجو زويون، واخا كتكون الشتيوه مره ولكن بعض المرات الا كانت الشميشه تيكون الجو هكا زويون، يعني كتبغي انك تخرجي تمشي فيه تبدلي شويه الجو. صف البنات من بعد هما تفارقنا البنات في الطريق، هما مشاو لدارهم اولا لديورهم، وعاد جيت البنات انا غادا للدار ديالي. مشيت البنات اول حاجه هنايا مشيت خديت واحد الورقه لصاحبتي من الكموني، كانت قالت لي سيري جيبيها ليا. طرقت البنات الكموني خديت منه الورقه، وعاد البنات هنايا غادا للدار. غادي نشارك معكم البنات النهار ديالي، يعني الفطور اللي غادي نوجد ان شاء الله، اللي هو فطور خفيف ظريف، يعني ما فيهش تماره بزاف. وهكا البنات باش حتى الوحده البنات ما تبقاش ديما واقفه في الكوزينه النهار كامل، يعني راه صعيبه وصعيبه بزاف. الله يحسن العوان والله يسمح لينا من الامهات ديالنا ولا يعني من العيالات كاملين، الله يسمح لينا منهم، لان ديما الكوزينه كتلقاها اللي كتدخل الكوزينه من 3 وهي واقفه تل 7 تل 8 على حسب كل واحد ووقتاش كيفطر. المهم البنات هنايا شاركت معكم هاد البلايصه هذه زوينه البنات حدا الدار عندي. صراحه فيها هاد المنظر رائع جدا. صافي البنات غادي نوصل ان شاء الله دابا للدار، غادي نرتاح شويه، غادي نجمع الدار، وعاد البنات غندوز نشارك معكم كما قلت لكم الفطور ديالي اللي هو ساهل وبسيط، يعني حتى لاخر لحظه يمكن لك توجديه. صافي البنات غادي نخليكم دابا ان شاء الله مع الفيديو، وكنتمنى يعجبكم وفرجه ممتعه. المهم البنات هنا من بعد ما وصلت الدار وارتحيت شويه كما عرفتوا جمعت الدار. المهم البنات دزت هنا ان شاء الله دخلت الكوزينه باش نوجد الفطور. المهم البنات هنا اول حاجه غنبدا بها هي البنات ما كان سميتو كان ولدي باغي ليا المسمن، ودرت البنات هنايا العجينه ديال المسمن. بالنسبه للعجينه ديال المسمن البنات عاديه، درت 2 زلايف تقريبا تاع الفورص مع واحد زلافه البنات ديال الفينو، شويه ديال الملحه، شويه ديال هكايا واحد سنيده 2 معالق صغار، وواحد شويه البنات ديال الخميره الخبز غير شويه تقريبا واحد هكايا 4 معالق ولا ما كاملاش. صافي البنات وبديت هنا كنزيد في الماء. بالنسبه للعجينه مسمر البنات عاديه، يعني كتخليوها قاصحه شويه راكم عارفين، وعاد من بعد البنات خليوها كترتاح. صافي البنات هنا درتها غير في العجانه باش يسهل عليا الوقت البنات، لانها كتنفع بزاف البنات العجانه في رمضان، والله البنات لا كتنفع بزاف. يعني تقدري ديري بحال هكا شي حاجه كتعجن ولا الخبز ولا وتمشي ديري شي حاجه. صافي البنات هنايا تعجنت ليا مزيان، حاولت هكا ندير سميتو نعجنها البنات ونخليها قاصحه كما كتشوفوا لان غتبقى ترخى. صافي البنات غطيتها وخليتها كترتاح. دزت البنات هنا باش نوجد واحد طويجين صغير، حيت انا البنات المهم غير انا وراجلي، يعني ماشي ما سميتو ما غاديش ما كاينش يعني بنادم بزاف، والدراري ما تيبغوش ليا البنات الطاجين. دزنا غناخذ غير غندير الطويجين هذا صغير بالبصله وهذا يا ربي كنت غنديرو بالبصله والزبيب والصدق درتو بالبطاطا فريز. المهم البنات خديت هنا الطاجين الصغيور. غنبدا ندير فيها البنات هنايا قطعت هكا البصله. ما قلت لكم البنات قطعت ديك البصله درتها في الطاجين، درت البنات هنايا غير هاد الخيطات ديال الدجاج. صافي البنات يعني طاجين عادي اي وحده البنات كيعرفوا كيفاش الطاجين. وشديت البنات هنا البصله لان البنات درت انا كلشي في مره هكا وعاد شعلت عليه. خديت البنات هنا البصله حتى هي شلطتها من الفوق، وشويه ديال الثومه البنات اللي قطعتها بحال هكا، والقزبر ضروري البنات. المهم هنايا عندي غير القزبر كنخليته من عند الجزار، ما عنديش معدنوس. صافي البنات غادي هكا نقطع كما شفتوا القزبر، وغادي نديرو البنات في الطاجين، وغادي ندير العطريه عادي يعني العطريه ديال المهم العطريه ديال الطاجين.
صافي البنات، وغادي نشعل عليه، يعني غنشعل عليه وغنخليه نقص عليها البنات. يعني كندير انا البوطه الحد ديالها، يعني كنقص على الطاجين وكنخليه تيطيب على خاطره. صافي البنات كما شفتوا زدت هذاك القزبر. وصافي دابا غادي ندوز ان شاء الله باش ندير العطريه. بالنسبه للعطريه البنات عادي، يعني كما قلت لكم العطريه ديال الطاجين عادي. غندير درت هنا البنات زيت العود، وغادي ندير البنات شويه البزار، وغادي ندير شويه ديال الملحه، وغادي ندير البنات هنايا سكينجبير حتى هو شويه، المهم غير شويه شويه لان الطاجين غير صغار. وغادي ندير البنات هنا البابريكا حتى هي واحد شويه اولا التحميره. وغادي ندير البنات هنا الخرقوم. صافي البنات، وغادي نحرك هادشي شويه وغادي نشعل عليه كما قلت لكم فوق البوطه تقريبا. المهم كما قلت لكم انا غنشعل عليه داك الفرن الصغير، وغادي نقص البنات، يعني كنخلي العافيه للحد ديالها قليله كما كتشوفوا البنات. صافي وغادي نغطيه وغادي نخليه هكا تيطيب على خاطره. البنات الطاجين كيبغي الخاطر. باش شفتوا البنات هنايا درت غطيته. صافي البنات دزت هنا البنات انا تشهيت. المهم هذوك المسيمنات اللي عجنت معاكم بغيت شويه البنات نديرو هذا بالشحمه البنات، واخا راه مش صحيه، ولكن البنات تشهيناه بحق غير انا مع سميتو ما راجلي ما كياكلوش، ولادي تما ما كياكلوش. خديت البنات هنايا المقله، غنشلض فيها البنات هنايا واحد البصيله، وغادي ندير البنات واحد شويه ديال الزيت، غير شويه البنات ما تكثروش، لان مع هذا مع الشحمه فيها سميتو الشحمه البنات فيها الدهون، غير شويه. غادي نخلي ديك البصيله تنزل مزيان، ضروري غنبقى نشحر فيها حتى تنزل. درت انا شويه البزار شويه الملح البنات. صافي وغادي نبقى كنحرك فيها حتى تنزل البنات. راه الحشوه معروفه، كل كيدير الحشوه ديالو كيدير معاها الخضره. بالنسبه للطواجن البنات تا هو راه كيطيب، يعني كان مره تنحركو. صافي البنات وغنبقى بحال كنشحر فيها مزيان حتى تنزل البصيله، لان البنات الشحمه دغيا كطيب يعني ما كتاخذش الوقت. عاد زدت البنات هذيك الشحمه، زدت العطريه، زدت البنات البزار، الملحاق، سكينجبير، وشويه الخرقوم والتحميره كما كتشوفوا البنات. ها هي كيفاش جات رائعه البنات، من المنظر ديالها كتشهي. غير البنات انا الخطا اللي درت ما قطعتش الشحمه طريفات صغيورين، خليتها هكا طريفات كبار. من الاحسن البنات قطعوها طريفات صغيورين. صافي البنات بعد ما كيما شفتوا تحار ليا الطاجين، زدت عليها البنات هنا غير واحد البصله هي اللي زدتها من الفوق هكا، درتها المهم شرائح وزدتها. وغادي نزيد البنات هنايا الزبيب كما قلت لكم، راني درت الزبيب وعدم بعد البنات درت الفريت، لان ما غاديش ياكلوا لي غير بوحدو الطاجين بالزبيب بوحدو. صافي زدت هنايا كما شفتوا الزبيب، وغادي نزيد بالنسبه من الفوق البنات غير واحد الطريقه ديال الملحه غير شويه، وشويه ديال البزار، وواحد شويه ديال القرفه، وشويه ديال السكر هكا باش كيتعسل لينا داك سميتو تعسل لينا البصيله. والله الا البنات الطواجنات كينفعوا زوينين، انا جبتهم معايا من المغرب تقريبا، عندي شي 3 ولا 4 في الدار. كما قلت لكم البنات انا راه غنزيد شويه الملحه وواحد شويه ديال البزار. والله البنات الا جبنين انا تيعجبوني هادو، تيجيوني هكا ساهلين واقتصاديين، يعني حتى بحال دابا الواحد اللي كان غير بوحدو يدير هكا طويجين صغيور. صافي ودرت كما شفتوا هنايا واحد تقريبا نص معلقه ديال السنيده. صافي وغادي نغطي عليه وغادي نخليه كيطيب. دزت البنات هنايا باش المهم العجينه ديال المسمن قطعتها النص، غنديرو كما قلت لكم مسمن، والنص غنديرو هذاك المسمن معمر بالشحمه.
انا ولدي داير لي حاله على المسمن، وحاولت البنات نديرو ليه بليمه في الفطور. صافي البنات، هنايا دزت باش بدنا نقرص، قرب هنايا الوقت البنات. كما شفتوا كنقرص عادي المسمنه عاديه، تنديرش هذيك العماره. كما قلت لكم البنات، انا لافوت لي درت ما قطعتش الشحمه طريفات صغيورين، خليتها البنات هكايا بقات طرفه كبارين. احسن ما تقطعي، الا تقطع طريفات صغارين كتجي احسن. صافي البنات كما شفتوا عادي، يعني المسمن عادي كتلوي عادي. المهم انا غندير هنا وحده وسط وحده. بحال دابا البنات هذه غادي نلويها وغادي نخليها، وغادي ندير وحده اخرى ثاني نورقها. صافي بحال هكا كنستمر بحال هكا البنات حتى غادي نكمل هادشي كامل اللي عندي. مرحب مرحب. صافي البنات كما شفتوا كملت هكا على هذه الطريقه هذه كما شفتوا البنات في الفيديو. كنورق هكا المسمن، وكما قلت لكم درت وحده وسط وحده البنات. بالنسبه لهادوك البنات ورقتهم ودرتهم البنات في الفران، درتهم في الطاوه ودرتهم البنات في الفران. دزت البنات هنايا باش نطيب المسمن الاخر. هنا البنات كما قلت لكم راه تنزرب. المهم ماشي الزربه اللي كاينه في الفيديو. راه ماشي هذيك، يا ريتنا تكون هذيك الزربه هي اللي كاينه. غير قلت لكم انايا كنبدا يعني واحد كتولي من حاجه لحاجه، يعني قرب الوقت الفطور. صافي البنات هنا بديت كنطيب في المسمر. بالنسبه للطاجين البنات راه طاب يعني وجد. بقات لي البنات غير بطاطا فريت غادي نقليها صافي. صدقوا البنات هاد المسمن هذا جا رائع جدا والله البنات، جا مورق وجا اكثر من رائع. كما قلت لكم البنات النصيحه انكم تخليو ديما العجينه تبقى قاصحه شويه، وديروها في واحد البلاستيكه وتخليوها كترتاح. كما شفتوا الطاجين هنا راه طاب. شوفوا البنات جا رائع والله البنات ما شهيتكم فيه. صافي بقيت هكا كنطيب المسمن. بالنسبه المهم الكميه خرجت لي تقريبا ما يمشي 8 المسمنات تقريبا، والاخرين هذوك الجوجات ديال اللي درت معمرين بالشحمه. صافي البنات غادي نبقى هكايا يعني بهذه الطريقه هذه حتى غنكمل هاد المسمنات كاملين اللي عندي. الاخرين البنات شحلت عليهم في الفران كيطيبوا. البطاطا البنات غادي نقليها اولا البطاطا فريت. صافي البنات هذا هو الفطور ديالي اللي غادي نحضر. المهم واحد ما تيكثرش قوه الوقوف في الكوزينه، يعني راكم عارفين. صافي البنات غادي نستمر هكا حتى نكمل هذا الشيء، ونتلاقى معكم ان شاء الله باش نشوفوا الطبيله ديال الفطور كيف. البنات هذا هو الشكل ديال الطبيله كما شفتوا. المهم البنات هذاك الملوي اولا المسمن البنات ماشي الملوي، المسمن البنات الاخر اللي درت في الفران ديال الشحمه جا البنات رائع جدا. صافي البنات الطبيله يعني خفيفه ظريفه. المهم انسان واحد ما يكثرش، لان كما قلت لكم بنادم راه واخا كيدا الله يتشهر ما غاديش ياكل كل شيء. صافي البنات هذاك الطويجين اتاي البنات ضروري شويه التمر الزيتون الكونفيتير الدراري كيبغيوه مع المسمن، وشويه البنات ديال السكر. بالنسبه للشباكيه البنات وصلات ليا. المهم البنات كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش البنات من اللايك ديالكم والاشتراك في القناه هذه اللي عجبتكم القناه اكيد. ومع السلامه الى فيديو اخر
ان شاء الله. تقبل الله مني ومنكم الصيام، وخليت لكم راحه.